في غلطة مهمة جدا ناس كتير جدا 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 بيقعوا فيها، وللأسف الغلطة دي تمنها إنه بيضطر في وقت ما من الأوقات إنه يتخنق من عربيته ويبيعها. إيه هي بقى الغلطة دي؟ الغلطة دي غلطتين: إن حضرتك لما بتشتري أو بتقرر إنك تشتري عربية أيا كان موديلها، سواء قديمة شوية سواء حديثة شوية أو متوسطة أيا كان، مشكلتك إنك ما بتسألش عن العربية دي في قطعة غيارها والصنايعي اللي هيشتغل فيها. النقطتين دول لو ما اهتمتش بيهم حق الاهتمام هتبيع عربيتك، أو بمعنى أوضح عربيتك هتبيعك اللي وراك واللي قدامك وهتقرفك منها لحد ما تضطر غصب عن اللي خلفوك انك تبيعها. النقطة بقى التانية اللي مش كتير من الناس بينتبهوا ليها او مش بيفكروا فيها او مش بيحسبوها: هو حضرتك ساكن فين؟ يعني النهاردة مثلا حضرتك هتشتري عربية ستروين وانت حضرتك مثلا من الشرقية او من اسوان او من الدقهلية ايا كان. معروف ان المحافظات دي او الاقاليم دي مفيش فيها صنايعية ستروين مثلا، على الأغلب يعني مش موجودين أو معدودين على الصوابع، أو مش فاهمين حق الفهم اللي يخلي حضرتك تثق في الصنايعي وهو بيشتغل في العربية. فبالتالي تلاقي حضرتك حاجة من اتنين: يا إما إنك أصلا مش لاقي صنايعي في المحافظة بتاعتك ومضطر كل ما يحصل حاجة إنك تتوجه للقاهرة أو اسكندرية أو أقرب مكان فيه صنايعي بيفهم في العربية. والحاجة التانية هي قطعة الغيار اللي انت برضو مش بتلاقيها في محافظتك بما انك في الاقاليم الصغيرة بعيد عن القاهرة واسكندرية. فبرضو مع الوقت ومع زهقك هتضطر انك تبيع العربية وتشوف اي عربية تانية كوري او ياباني تكون عربية عملية واعتمادية وخفيفة. علشان كده لما حد بيجي يسألني عن رأيي في عربية معينة، اول سؤال بسأله هو حضرتك منين؟ لو هي عربية غريبة. انما طبعا لو كوري او ياباني فخلاص ايا كان انت منين هتلاقي قطعة الغيار او هتلاقي الصنايعي. لكنها لو كانت عربية من العربيات المعدودة او القليلة او اللي مش اي صنايعي بيشتغل فيها زي مثلا الالفا روميو. وعلشان كده لما كنت من ضمن الترشيحات بقول للناس ما تشتروش الفا روميو، دخلوا بعض ملاكها او ملاكها المعدودين في مصر هاجموني: وانت ازاي والعربيه وانت ما سوقتهاش؟ ايوه حضرتك، ما هو انت لازم تكون فاهم انه مش كل الناس من القاهره ومش كل الناس من اسكندريه، في اللي من اسوان ومن دمياط ومن بورسعيد ومن اسماعيليه. الناس دي هتجيب قطعه الغيار منين؟ هتجيب الصنايعي اللي اشتغل في العربيه منين؟ كل ما يحصل حاجه هحملها على ونش وانقلها القاهره واسكندريه؟ ده وجع قلب. ايه ده؟ ابقى جايب عربيه المفروض انها تريحني الاقي نفسي كل يوم والتاني متشحطط معاها في بلد شكل علشان اصلحها؟ طب وده يرضي مين ده؟ فكر الاول قبل ما تشتري عربيه من العربيات الغريبه او القليله: انت ساكن فين؟ قطعه الغيار اخبارها ايه؟ الصنايعي مين اللي هيشتغل فيها، سواء كان صنايعي ولا مهندس ولا فني ولا ايا كان. وبس على كده، اتمنى ما اكونش طولت عليك واستفدت مني. سلام عليكم.